الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه من ربنا أفضل الصلوات وأتم السلام، وعلى آله وأصحابه البررة الكرام ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم وعلى شرعه مستقام. أسلفت غير مرة أن حياة العظماء تنتهي نهاية عظيمة، وأن سير النبلاء تستوقف الناس في كل شيء في بدايتها وفي نهايتها. وأمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قدر الله له أن يموت شهيدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: أسكن أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. والحديث في البخاري وفي الصحيحين: بشره بالجنة على بلوى تصيبه. بالرغم من أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل أيضا، غير أن السيء في قتل عثمان أنه قتل بأيدي تدعي الإسلام. وأنا لا أشك أن قتل الخليفة عثمان رضي الله عنه كان بمؤامرة دنيئة. جاء مجموعة من الولايات من الكوفة والبصرة ومصر. أهل الكوفة جاء مجموعة، جاءوا أكثر من 600 نفر، لكل مجموعة منهم قائد يقودهم، منهم زيد بن صوحان والأشتر النخعي وعبد الله بن الأصم وعمر بن الأصم. وجاء أهل البصرة معهم حكيم بن جبلة العبدري وزهير بن حرقوس السلمي ومجموعة، ومنهم ابن المحرش الحنفي. جاء هؤلاء يقودون مجموعات، وجاءت مجموعة من مصر عليها عبد الرحمن ابن عديس البلوي وسودان بن حمران المرادي وقتير المرادي السكوني، وعليهم أمير عام يسمى الغافقي بن حرب العكي. جاءت هذه المجموعات إلى المدينة، وكانت بينها مراسلات لخلع عثمان رضي الله عنه. جاء أهل البصرة وهم يريدون تولية عزل عثمان، ببساطة عزل الخليفة وتولية الزبير بن العوام. وجاء أهل الكوفة يريدون تولية طلحة، وجاء أهل مصر يريدون تولية علي بن أبي طالب. هؤلاء هم الثلاثة أخير الصحابة الذين كانوا في المدينة بعد عثمان رضي الله عنه. تصدى علي لأهل مصر فأنبهم وزجرهم وأخبرهم أن المنطقة التي فيها أخبر النبي أن فيها جيشا سينزل ولكنه ملعون، قال: فأخشى أن تكونوا أنتم. وكذلك قال طلحة لأهل الكوفة والزبير لأهل البصرة. رجعوا كل إلى طريقه. بعد أيام عادوا ثانية، فتصدى لهم الصحابة علي والزبير وطلحة رضي الله عنهم. قالوا: ما الذي جاء بكم؟ قالوا: وجدنا، أهل مصر هكذا قالوا، المصريين اللي جاءوا من مصر، قالوا: وجدنا كتابا إلى والي عثمان بختم عثمان أن يقتلنا، وعليه ختم عثمان أو ختم عثمان. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكيا ولماحا. قال لأهل الكوفة: وما الذي جاء بكم؟ قالوا: جئنا ننصر المصريين. وقال لأهل البصرة: ما الذي جاء بكم؟ قالوا: جئنا ننصر إخواننا. قال: كيف عرفتم أنهم وجدوا كتابا وطرائقكم مختلفة؟ ناس مشوا كده وناس مشوا كده، المشوا كده لقوا كتاب وجوا راجعين. الذكر رجعوا شنو؟ ما كان في موبايل ولا كنار ولا أريبة. الناس اللي رجعوا شنو؟ قال علي كلمة دونها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: إن هذا أمر دبر بليل، مؤامرة يعني. لذلك يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في المجلد 10 صفحة 278: قال: ولقد كان يدير الفتنة رجل يسمى بابن السوداء، وإلى يومنا هذا ما عرف من هو ابن السوداء. كان معه زول. تفسير ابن كثير بيقول شنو؟ كان ذميا وادعى الإسلام. ولذلك كثير من الناس يقول أن ابن السوداء هو عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام وأبطل الكفر، هو الذي قاد هذه الفتنة. المهم، جاء هؤلاء ومعظم الصحابة في الحج، لأنهم جو في أواخر شهر ذي القعدة. الناس بيكونوا وين؟ بيكونوا في الحج. وخرج ابن عباس أميرا للحج حاجا ببقية الذين في المدينة، وبقي عثمان رضي الله عنه في المدينة. جاء هؤلاء النفر ودخلوا المدينة وهم 2000 دخلوا المدينة وحصروا عثمان في داره رضي الله تعالى عنه، حصروا في بيته. الذين في المدينة تجمعوا
جميع الصحابة. ولذلك من البهتان أن يقال أن الصحابة ما دافعوا عن عثمان رضي الله عنه وإنما أسلموه للخوارج وللفجرة. لا والله، قاتلوا عنه واجتمع في بيت عثمان 700 صحابي. دين الفضلوا. أول حاجة إخواننا، الصحابة معظمهم برا في الأقاليم، والموجودين في الحج الفضلوا 700 كلهم يحملوا سيفه. وهنا تبرز شجاعة عثمان رضي الله عنه، أنه قال والله لن أكون أول من يخلف رسول الله في أمته بالدم. مسلمين اتكاثروا مع بعض، قال والله ما أعمله، والله لن أكون أول من يتسبب في المسألة. منعهم من القتال زيد بن ثابت وأبو هريرة والحسن والحسين وعبد الله بن الزبير، وكان أميرهم عبد الله بن الزبير الأسدي. عبد الله بن الزبير بن العوام كان أمير الصحابة الذين يقاتلون. ولكن سبحان الله يا أخواننا، الصحابة نفوسهم صافية، ما تخيلوا أن هؤلاء متخيلين ممكن يحاصروا، لكن ما تخيلوا أن يدا آثمة غادرة يمكن أن تصل إلى عثمان رضي الله عنه. عشان كده الصحابة ما أخطأوا لكن عثمان رضي الله عنه قالوا له، جاءه ابن عمر وده من المقاتلين، قال يا عثمان إنا نخيرك إما أن تخرج إلى معاوية في الشام حيث الجند الصحابة في القتال. قال والله لن أترك مقر خلافتي فتطمع الروم والكفر فيكم. يقولوا خريف شرد خلى البلد، والله يجوكم، قال لهم بعد بكرة يجوكم ونازل بجيوش. قالوا له نقاتل معك. قال والله ما أحب أن يراق محجن دم، محجن معناه فنجان، محجن دم في الأمة بسببي، ولن أكون أول من يخلف رسول الله في أمته بالدم. ما بقبل. قالوا أن تجيبهم إلى خلع نفسك. قال والله لن أسن هذه السنة، كلما أراد قوم غضبوا على أميرهم قاموا إليه لينزعوه فلا يستقر للناس ملك ولا حكم ولا خلافة. لعدة قال لهم ساكت. والله يا إخواننا، والله عثمان عنده شجاعة رضي الله عنه. يا أخي أنا الزود شايف الموت عديل قدامه، عديل الموت. قال ليك الصحابة سالين السيوف، قال لهم أتجب طاعتي عليكم؟ قال لهم أنا شرعا إن شاء الله قال لكم أطيعوني وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أتجب طاعتي؟ قالوا نعم. قال أدخلوا السيوف في أغمادها وانصرفوا، أسألكم بحقي عليكم. قالوا بحقي عليكم، مش أنا أميركم. أدخلوا السيوف في أغمادها. أدخل الصحابة السيوف في أغمادها على ضجر وعلى ملل من قرار عثمان، ولكنه كان قرار خليفة حاسم، لم يكن ذلك باللعب. والصحابة حتى بعد أن ذهبوا ما تخيلوا أن أحدا يمكن أن يتجرع على عثمان رضي الله عنه، لما يعرفون من مناقبه وفضائله وسيرته وسبقه وفضله ومكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تخيلوا أن يدا يمكن أن تقتله أو أن تغتاله. فرجعوا وقلوبهم في حسرة، ثم ضيقوا عليه الحصار. شوفوا عثمان معه في البيت رقيق يحملون السيوف يدافعون عنه. قال من أدخل السيف في غمده حر. ما قال لنا بيدخل سيفه يرجع سيفه، بس تدخل السيف تقبح حر. قال انت مشاهلك طوالي. ناس رقيق معه في البيت. قال من أدخل سيفه في غمده فهو حر. هذا فعل خليفة النزيه. تقديري أنه أراد أن يضحي بنفسه وأن لا يضحي بالأمة، وإلا لو أراد الملك والسلطة والكرسي لقاتل الذين جاءوا وتطوعوا دفاعا عن عثمان. كانوا وعثمان رضي الله عنه خشي أن تضيق المدينة بالمهاجرين والأنصار، وبالتالي ألزم الناس بيوتهم، وأسقط في أيدي كثير من الصحابة وما عرفوا ماذا يفعلون. ثم بعد ذلك ضيقوا عليه الحصار. الحج بدأ ينتهي، الناس حيوا راجعين المدينة. إذا رجع الناس المدينة وبدأ الناس يرجعوا ما حيلقوا في عثمان طريقة فرصة، فدخلوا عليه داره في 18 من شهر ذي الحجة، يعني بعد الحج ب8 يوم، مش بعد الحج ب8 يوم، بعد يوم النحر ب3 يوم، بهناي ب8 يوم. دخلوا عليه هو مسكين في داره لوحده، معه زوجته وبعض خدمه في البيت، حاصروه ومنعوه الخروج. وكان ذلك في صبيحة الجمعة، في الجمعة، وقد أصبح عثمان رضي الله عنه صائما. ولقد ورد بأكثر من طريق ورواية تكاد تصل 10 روايات تقول أن عثمان قال للناس لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم قال لي يا عثمان إن شئت نصرت، تجي ملائكة تنزل تقاتل لك الناس دين، وإن شئت أفطرت عندنا قال أفطر عندكم. أخبر عثمان كل الذين في الدار، قال لهم والله الرسول قال لي كده، قال لي لو داير ينصروك ولو داير تفطر عندنا. قال قلت أفطر عندكم.
قال حصروه كم يوم أبا يسقوا مويه. قال ولقد سقاني صلى الله عليه وسلم من الماء وإني لأجد ريه في أظافر الآن. في النوم سقى في النوم. قال حس أنا شبعان ورويان وما در مويه ذاتي. وفعلا اقتحموا عليه داره وقبيل العصر قتلوه. قال ابن كثير وكان أمر الله قدرا مقدورا وكان ذلك في الكتاب مسطورا. بس ربنا ذلك اقتلوا شهيد رضي الله عنه على بلوى تصيبه. بشره بالجنة على بلوى تصيبه تموج فتنة يقتل فيها هذا المقنع مظلوما. قتل عثمان رضي الله عنه مظلوما. شيخ ناهز 80 ومن عمره 82 سنة. دخلوا عليه فلم يرعوا حرمة الشهر الحرام ذي الحجة من أشهر الحرم، ولم يرعوا حرمة النبوة والمصاهرة، لم يرعوا حرمة الفضل، لم يرعوا حرمة السبق بالإسلام والدخول في الجنة، لم يرعوا حرمة الشيخ الكبير المسن. وهذا يريك أن الأمة إذا عوج فيها الفكر وأطلق الناس فيها الفكر بالغلو والانحراف يقتلون القتيل ويرون أنهم يتقربون إلى الله تعالى. وبذات الأيدي الآثمة قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حاصروا عثمان ودخلوا عليه داره. أول من دخل عليه رجل جاء من مصر يسمى بشر ابن كنانة التجيبي. دخل على عثمان وبيده حديدة وعثمان يقرأ المصحف. ضربه في صدغه الدبل جنبه هنا فسقط مغشيا عليه، وقع طوالي مغشي عليه. وجاء سودان ابن حمران كما قال ابن عمر في الرواية، سودان ابن حمران المرادي السكوني من اليمن، ضربه بالسيف في صدره فأقعصه، ثم وضع نسط السيف في بطن عثمان واتكى عليها. شيخ عمره 82 سنة رضي الله تعالى عنه. قيل أول ما ضرب عثمان رضي الله تعالى عنه، أول ما ضرب قال عثمان رضي الله تعالى عنه آمنت بالله. لما ضربه لما سال دمه قال سبحان الله، والدم بيشر قال سبحان الله. بعد ذلك دخل في غيبوبة. ثم جاء رجل سيء اسمه عمرو بن الحمق وجثى وفيه بقية رمق على صدر عثمان وضربه 9 طعنات بخنجره وقال أما 3 منها فلله وأما 6 منها فلشيء كان في نفسي عليه. وكذب المجرم الخبيث كلها لشيء في صدره. قال أما 3 منها فلله. وقام نساؤه وخاصة نائلة بنت فرافص الكلبية رضي الله عنها وكان عندها شيء من الجسم فجاءت تدافع عن عثمان. أول ما سقط حتى قيل أن قطرة الدم سقطت في قوله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. لما جاءت تدافع عنه وكان فيه رمق فقال لها احتجبي لقتلي أهون إلي من أن يروا منك شعرا. مات عثمان رضي الله عنه في مجزرة. ولذلك قتل عمر رضي الله عنه وقتل علي وطعنوا بطعنات، ولكن لم يقل بشرهم بالجنة على بلوى تصيبهم إلا عثمان قال بشره بالجنة على بلوى تصيبه. وسقط عثمان رضي الله عنه وأرضاه شهيدا مطرجا في دمائه صائما. والحمد لله أن قتيرة السكوني قد ضربه رباح وهو أحد رقيق عثمان فقتله، وقتل رباح رضي الله عنه معه أيضا مع عثمان رضي الله عنه. ثم لما بلغ الخبر الصحابة أسقط في أيديهم، يعني ما كان متصور أصلا، ما عرفوا يتصرفوا كيف، وفر الناس خلاص قتلوا الخليفة وفروا. لكن حكمة الله ما شارك أحد في قتل عثمان ومات حتف أنفه، يعني ما في زول اشترك في قتل عثمان ومات ساكت كده، كلهم قتلوا. أي زول شارك في قتل عثمان قتل. وعرف أهل التاريخ لحاكم من الحكام وهو فيه ظلم شديد الحجاج بن يوسف، حمدوا له أن الحجاج نذر وألقى على عاتقه أن يقتل كل من ساهم في قتل عثمان فقتلهم جميعا. وهذه محمدة ومنقبة للحجاج بن يوسف من الذين شاركوا. الأشتر النخعي والأشتر في الطريق شرب عسل فمات، فقال الناس مقولتهم المشهورة إن لله جندا من عسل. العسل ممكن يكون من جنود الله، إن لله جندا من عسل. شرب عسل مات. ما في زول قتل عثمان مات في السرير. قال لك في واحد فيهم اللي هو حكيم ابن جبلة من الشارقة من أهل الكوفة، ده مدفوس في غار مشى دسلوه في جبل في خلافة معاوية بعد 5-6 سنوات، مدفوس في جبل في راعي سايق الغنم، وجاء ولقاه يتونس معه. عرفوا إنه حكيم ابن جبلة، خلاه نام، شال سيفه وقتلوا في محله. اقتص الله عز وجل عثمان
ودفن عثمان رضي الله عنه بحش كوكب، وهو منطقة شرقي البقيع، لكن الآن داخل جوا البقيع. وأنه سبحان الله قال الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله، قال بالسند الصحيح عن عثمان أن عثمان كان يمر بحش كوكب ويقول للصحابة يدفن في هذا الموضع رجل صالح. قيل من هو؟ قال والله لا أعرفه. قالوا في راجل صالح يندفن في المحل دي. فإذا بالأقدار وحكمة الله تقود عثمان أن يدفن في حش كوكب، ذلك لأن البقيع كانت أن تملأ، وهي ملاصقة للبقيع من الجهة الشرقية، وكان بينها وبين البقيع سور، فدفن فيها عثمان، ثم دفن بعدها من حوله، ثم كسر السور وصار حش كوكب الموضع الذي دفن فيه عثمان رضي الله عنه الطاهر الطيب صار من البقيع. ثم بعد ذلك بدأت الفتن في الأمة. لما جاءوا لقتله قال لهم عثمان الذي لا يخاف الموت. إخوان الناس خشي على الزول دار يقتلوا، والله ثبات شديد خلاص. جاءوا وأرادوا أن يقتلوه، قال لهم أما وإنكم لو قتلتموني لن تجتمعوا على أمير بعدي أبدا. بعد ما تقتلوني أنا تاني بتتفقوا، ما بتتفقوا نهائي. وفعلا أصلا اتفقت الأمة تاني لحد يوم الليلة، لحد يوم الليلة ما اتفقوا. قال أما وإنكم لو قتلتموني لا تجتمعون على أمير بعدي أبدا. آخر ده حدكم قلون. وفعلا معالي رضي الله عنه على جلالة قدره نوزع في الأمر، وحصل القتال بينه وبين كبار الصحابة، فلم يجتمع الناس بعد عثمان رضي الله عنه على خليفة. وقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وحمل إلى حش كوكب ودفن فيها، ودفن في ذات الليلة. والذين يعني قتلوه فروا. أمهات المؤمنين جميعهن كنا في الحج في مكة، فلما سمعنا في الطريق بأن عثمان قد قتل رجعنا إلى مكة. وماج الأمر بالناس حتى بويع الخليفة الرابع الراشد الإمام البطل الكرار المغوار علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نكتفي بهذا القدر على أمل أن نواصل سلسلة القدوات غدا إن شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.